أهلا بيك عزيزي المرء. طبعا دي أول مرة تسمع فيها صوتي، وبإذن الله مش هتكون آخر مرة. حبيت أول قصة على اليوتيوب تكون حاجة الكل يتعلق بيها، ومن ضمنهم أنا اللي حبيت قصص مكي أوي. الكل كان بيطلبها مني ونكملها، عشان كده قررت أعملها بصوتي ونبدأ سوا من البارت الأول لحد ما نعرف عم مكي هيودينا فين. فعشان كده أحب أفرض عليك شوية طقوس بسيطة تستمتع بيها بالقصة. ياريت تشوف لك مكان فاضي وتجيب مشروبك الجميل وتلبس سماعتك عشان ندخل على سهرتنا الجميلة. وآسف لو الصوت ما كانش أحسن حاجة، بس معلش استحملني، دي لسه البداية. يلا بينا نبدأ. أنا ميكي، أعوذ بالله من كلمة أنا. من كتر تكرار يومي بقيت حافظه. بقوم من نومي أفطر وأشرب كوباية الشاي والسجارة وأنزل على طول أشتغل صياد على باب الله، على مركب صغيرة بشتغل عليها وأدخل أعماق البحر وأرجع وأنا محمل رزقي اللي ربنا بعته ليا. بنزل شغلي في السوق وأبيعه للتجار، وبعدين أرجع البيت أفضل أتفرج على التلفزيون لحد ما أنام وأصحى وأعيد تكرار يوم. دي كانت حياتي قبل ما يفكروا يرجعوا يزوني تاني. معرفش ليه دايما عايزين الأزالية. بعد 10 سنين من آخر حادثة حصلت سمعت اسمه من تاني. جسمي بيترعش لما بسمعه، بس بدون تكابر أو فخر. أنا الوحيد اللي قدرت أقف قدامه، بس المقابل ده خد مني أعز ما أملك، مراتي وبنتي. يوم التلات من شهر 9 كنت نازل من المركب بتاعتي شايل السمك اللي لسه مصطاد. كان يوم متعب والموج كان عالي. قدرت اصطاد اللي اقدر عليه ورجعت ابيعه قبل ما الليل يليل. وانا نازل من على المركب قابلني فواز، صاب القهوة اللي بقعد عليها في حلقة السمك. اول ما شافني قال لي الحمد لله على السلامة يا عم مكي. الله يسلمك يا فواز، ما تقلقش الحساب المتأخر اجيبهولك النهاردة بعد ما ابيع طرحة السمك والجمبري. لا انا مش جايلك عشان الحساب المتأخر. اما جاي ليه؟ في ناس غريبة قاعدين على القهوة مستنيينك من بدري، قلت اعرفك بس. ناس غريبة؟ ناس مين دي وعايزين ايه؟ والله يا عم مكي بقى ما اعرفش، هما مستنيينك جوه، هتلاقيهم لابسين بدل وفي انتظار. الموضوع فيه بدل كمان، ربنا يستر. سبت الواد سيد اللي شغال معايا يبيع السمك واتجهت انا على القهوة. دخلت لقيت 2 بهوات ببدل سودا قاعدين بيشربوا قهوة. أول ما شافوني قاموا من مكانهم، مدوا ايديهم ليا وسلموا عليا. صراحة أنا كنت مستغرب من تصرفهم معايا، بس بسبب خبرتي في الحياة وبسبب إن عمري تخطى ال40 سنة عرفت إنهم جايين في خدمة، بس نوع الخدمة إيه متوقعتوش أبدا. أول ما دخلت عليهم قلتلهم أهلا أهلا يا بهوات، شرفت بورسعيد. عرفت من الفواز إنكم عايزين بورسعيد منورة بقى لها يا عم مكي، اتفضلوا. شديت كرسي خشب من وسط القهوة وقربت منهم وقعدت وأنا بقول خير، في حاجة ولا إيه؟ لا لا خير إن شاء الله، كنا عايزينك في خدمة بس متعشمين فيك ما ترفضهاش. يا باشا أنا رقبتي سدادة، لو حاجة في مقدرتي أعملها أكيد هساعد. هي في مقدرتك بإذن الله. سيب رفعت باشا هو اللي يقولك اللي عايزينه. بصلي الراجل التاني اللي كان قاعد، باين على ملامح وشه إنه شاب أصغر من اللي كان بيتكلم معايا. المهم قلع رفعت النضارة، شفت عينه اللي كلها دموع. رغم إنه ظابط على رتبة عالية، الناس دي ما تعرفش يعني ايه دموع، بس الراجل ده كان متأثر جدا، وباين كده اللي جاي علشانه مهم أوي. بعد شوية وأنا ببصله قلتله في ثانية اتفضل يا رفعت باشا أنا سامعك. فضل باصص لي، وبعد ثواني قال لي اللي أنا هكلمك فيه ده يا ميكي أتمنى ما ترفضوش، لأن أنا مراتي في حالة حرجة وبين الحياة والموت. وعشان ما اطولش عليك كتير، أنا مراتي بنت اللواء عزة المنوفي. معرفش تسمع عنه ولا لأ، بس ده مش مشكلتنا. المشكلة كلها في مراتنا.
مراتي نهلة كانت خريجة كلية الآثار، وتحب تاريخ بلدها، وبتحب تعرف كل حاجة عن تراث بلدها. تعمقت جامد في الموضوع ده بعد تخرجها، وبقت بتنقب كتير عن الآثار وتزور مقابر كتير تخصه. رغم إني منعتها كتير من السكة دي، بس دماغها ناشفة، كانت بتعمل كل ده من ورانا. وبسبب شغفها الزيادة في الحاجات دي، دخلت مقبرة كانت بتقول إنها هتكتشف حاجة تغير معالم التراث الأثري، وهتكتشف حاجة جديدة محدش عارفها. بس نهلة من يوم ما دخلت المقبرة دي رجعت واحدة تانية خالص. سكت شوية رفعت باشا بسبب إنه افتكر مراته. بعد ثواني صغيرة كمل كلامه وقال: كنتش أعرفها، مكانتش مراتي خالص. خرجت واحدة تانية بملامح تانية وشخصية تانية خالص، تصرفاتها اتغيرت. يومها جالي اتصال من رجال اللي شغالين تحت ايدي بيقولولي إن في شباب شافوها مرمية على الطريق ونقلوها للمستشفى. لما روحت شفتها كانت بتتكلم وهي نايمة، كانت بتقول عن حاجات اللي شافتها في المقبرة. كانت بتقول شوية أسماء أنا أول مرة أسمعها، أسماء صعب عليا أنطقها حتى لو شفتها قدامي. المهم عدى اليوم عادي، ورجعت نهلة البيت. بس من ساعة ما رجعت وهي بتصحى بالليل، تصرخ وتوجع من بطنها جامد، جسمها كله علامات غريبة. كل يوم بيحصل لها تشنجات رهيبة، زي ما تقول كده في حد بيضربها. عيالي بقوا بيخافوا منها جامد، بيترعبوا لما بيشوفوها. كلامها بقى قليل جدا معانا، يعتبر مش بتتكلم معانا أصلا، مش فاكرة أنا مين ولا عارفة عيالي نهائي. تتخيل أشخاص مش موجودين، تفضل تترجاهم إنهم يبعدوا عنها. بتعيط بالليل من اللي بيحصل فيها، وبتنام كتير، ساعات بتفضل بالأيام نايمة ومحدش يعرف عنها حاجة. المهم قررت أخد أجازة طويلة من شغلي عشان أفضل جنبها وأحاول أشوف ليها شيخ، أحاول أشوف ليها أي حل. بس كل اللي يجي معرفش يتعامل معاها، ينفر منها، أو هي اللي كانت بتأذيه ويهرب منها بالعافية. كذا شيخ جه، بس محدش عارف يعمل أي حاجة. قلت أدعي ربنا يشفيها من عنده، بس نهلة كانت حالتها بتزيد. نهلة كانت بتصعب عليا كل يوم، حالتها بتزيد لدرجة إنها حاولت تقتل ابنها الصغير سليم. صحيت من النوم في يوم على صريخ ابني. لما جريت على الصريخ ده لقيته جاي من الحمام. لقيت نهلة حطت سليم ابني في البانيو وبتغرق، وبتقولي إن هو اللي طلب منها تعمل كده. ولما سألتها مين اللي طلب منها كده، قالت لي اسمه، قالت لي شداد. سمعت الجملة دي من رفعت باشا وجسمي كله اتخشب. أول ما سمعتها قمت من مكاني بسرعة، بسبب جسمي اللي بيتعب أول ما بيسمع اسمه من تاني. لقيت نفسي بقوله من غير ما أفكر: للأسف يا رفعت باشا، انت جيت للشخص الغلط. فجأة قام من مكانه ومسك في ايدي وقال لي: لا يا مكي، انا جيت للشخص الصح، وأرجوك اسمعني. خليتوش يكمل كلامه وقطعته وقلت له: اسمعني انت يا باشا، انا كتبت عهد على نفسي ما ارجعش للطريق دي تاني من بعد اللي حصل لي. عارف يا مكي كل حاجة عنك. انا مش جاي من هنا من فراغ، انا جاي من توصية بعض الصالحين، وقالوا انت الوحيد اللي تقدر عليه. واللي قالك كده معرفكش اللي حصل لي ولا اللي حصل لأسرتي، مقالكش على اللي خسرته بسبب اللي اسمه شد. مقدرتش انطق اسمه بسبب كل الجحيم اللي بتذكره لما بفتكر بنتي إسراء ومراتي حنان اللي راحوا ضحية بسبب شداد وبسبب شغلي زمان. من 10 سنين بالظبط كنت شغال إمام جامع، كل اللي بعمله الصلاة وقراءة القرآن، وآخر الأسبوع بطلع اصطاد وارجع بيتي واستريح، باخد أنفاسي بين أسرتي. لكن الراحة ما كانتش بتحب تدخل بيتي. في يوم قصدني جار ليا أكشف على ابنه جمال، واللي اتضح إنه كان بيحفر تحت بيت قديم مهدود لما عرف إن في المكان ده آثار.
جمال اتمس. حراس المقبرة دي عذبوه، كان قرب يموت بسبب عدم قدرته على الأكل. كان بيرفض أي لقمة تدخل معدته، كان بيطردها على طول. جسمه بقى نحيف وعينه برزت والعظم بقى ظاهر من تحت جلده. لما قعدت معاه وقرأت عليه القرآن عرفت إن اللي عليه اسمه شداد. ولو متعرفش شداد يا عزيزي المرعب، وأكيد ما تعرفوش، أحب أقول لك إنه من العيلة الجبلية، وعائلات الجن اللي بتبقى من العيلة دي مخصصة للجبال فقط. دول بيبقوا أصعب من الجن اللي ممكن تتعامل معاهم، وشداد ده صعب السيطرة عليه. عشان تقدر تهزمه لازم تدخل العالم بتاعه، عالم انت مش قده. الغريب ان صاحبي اللي لما قصدني اعتذر، بس صعب عليا جمالي اللي قرب يفارق الحياة. رجعت في قراري وساعدت، لكن شداد ساب جمالي واتنقل لأسرتي، وبقيت بحاربه حرب باردة طولت بينا، ونهيتها انه خلص على مراتي وبنتي. وبسبب بعدي عنهم قدر يستغل ده ويموته، واختفى من حياتي. من بعدها وانا بعدت عن السكة دي، واتجهت في طريق تاني، وما صدقت نسيت شداد ورا. كل ده افتكرته في ثواني قليلة وانا واقف قصاد رفعت اللي من كتر ما زي انه بيتحايل عليا قال لي: انا مش هزن عليك كتير لان انا اتأذيت منه، بس كل اللي طالبه منك تساعدني، تلحقني قبل ما مراتي وولادي يروحوا مني. لو رجعت عن قرارك حبيت تساعدني، ده الكارت بتاعي، اتصل بيا في اي وقت، ابعت عربية تاخدك من بيتك لحد الفيلا بتاعتي، وهكون في انتظارك. بصراحة خدت الكارت بتاعه ومشيت من قدامه وانا نفسي مسدودة عن الحياة. اديت على الصبي الواد سيد اللي شغال معايا، طمنته انه باع السمك، خدت منه الفلوس وروحت على البيت. دماغي كلها بتفكر في المقابلة اللي عكنيت عليا، مش عارف اوافق ولا لأ، مش عارف اخوض التجربة دي تاني ولا لأ، ولو دخلت فيها هخسر ايه المرة دي. فضلت طول اليوم قاعد على سريري باصص لسقف الغرفة، فكر هعمل ايه في رفعت والكارت بتاعه. في لحظة جنون معرفش ليه اللي دفعني ادخل المكتبة، طلع كتاب اسمه المأموريين، وده كله طلاسم فقط لإحضار الجن. فضلت أقلب فيه كتير لحد ما وقفت على صفحة في أولها اسم ساجم، وده عزيز المرعب من عائلات خاضت حرب ضد الجن، وده نفس المساعد اللي حاربت بيه شداد. بصيت على الطلسم وعشان يحضر لازم أكتبه على بطن. قمت من مكاني وجبت من درج المكتب حبر اسمه، وقلعت هدومي وبدأت أنقل الطلسم على جسمي. كان طلسم حروفه ملعبكة، كان سين وألف وجيم وحرف الإكس، حرف النون، حاجات كتير زي اللي ظهرت قدامك دي. خلصت كتابة وفردت ظهري وغمضت عيني، وبعد ثواني بدأت تحصل حركة في الغرفة. بدأت أشوف أطياف، هوا جديد جامد. من كل ده وقف لما سمعت حد بيقول جنب ودني: أنا الآن في حضرتك يا سيدي. فتحت عيني ملقتش حد موجود، كان صوت بس. رديت على الصوت ده وقلت له: سيدك يأمرك بالظهور. رد عليا وقال لي: أمرك. بعديها بدأ يتكون قدامي ساجم لحد ما بقى زي الكائن وليه ملامح، بس ملامحه مش بشرية، ملامحه كانت ترعب أي حد يشوفه. صعب أوصف لك ملامحه لأنها مش هتخطر على بالك ولا هتقدر تتخيله، لأن ساجم بيظهر لي أنا بس. بعد ما تكون قدامي ساجم لقيته قال لي: أخيرا يا سيد مكي، بقالك فترة محضرتنيش ولا كنت ناوي أعملها يا ساجم. مكنتش ناوي أعملها، واللي خلاني أعملها إلا الشديد الأول. وإيه هو الشديد الأول اللي دخل عليه في حرب جديدة؟ للأسف يا ساجم، الحرب مع نفس العدو. اتغيرت نبرة ساجم وهو بيقول لي:
أتمنى ما يكونش شداد. رفعت رقبتي وأنا ببصله بحزن وقلتله للأسف هو. ساجم كان متضايق إنه نفس الشخص، نفس جن ملعون ملوش ملك. فجأة لقيت ساجم بيقول لي لا لا يا سيد مكي، شداد بقى عنده قوة أكتر من اللي كان عليها زمان. قلتله ازاي يعني؟ مش فاهم قصدك. السنين اللي فاتت من آخر معركة بينك وبينه شداد طاغ في الأرض وما بقاش يلزم مكانه في الجبال، واتطرد من عشيرته الجبلية بسبب عدم طاعته ليهم. بس زاد قوة بعد ما عمل عشيرة جديدة لوحده ومسيطر بيها بين البشر. صراحة قلقت من الكلام اللي قاله ساكن، بس بعديها لقيت نفسي بقوله أنا زمان خسرت مراتي وبنتي بسبب شداد، وبعديها اختفى من حياتي، والنهاردة الحرب هتتكرر تاني. بس الاختلاف بقى إن مفيش حاجة أخسرها غير روحي، ولو خسرت روحي يبقى خسرت كل حاجة، وساعتها أبقى ميت. ولو كسبت بقى هكسب كل حاجة، رجع حق مراتي وبنتي، وارجع نهلة مرات رفعت باشا. ساجد ما كانش عنده حاجة يقولها غير ان هو يطيعني. وبعديها لقيته بيقول لي انا تحت امرك وفي طاعتك، بس عشان تكسب شداد لازم توقع اللي معاه، ولو وقعت اهم 2 تنفرد بيه لوحدك وتقدر تكسبه. وهم مين دول يا ساجد؟ سكت شوية وبعديها قال لي نجيف وكبار، ودول عشان نقدر نوصل لهم لازم نضربهم في عز النهار، ولازم يبقى معانا المارد الأزرق. ما عجبنيش كلام ساجم وقلت له انت عارف ان انا بحارب بالجن الطيب، عمري ما استخدمت جن شرير. احنا مضطرين يا سيد مكي، المارد الأزرق هو اللي هيعرف طريقه، وده اوصله ازاي واحضره ازاي يا ساجد؟ بما انك تحتكم على الكتب الخاصة لينا يبقى اكيد عندك كتاب عائلة المتمردين. بصيت لي تحت وقلت له للأسف عندي، وعشان عارف كمية الجحيم اللي فيه مش بقرب منه، ودي هتبقى أول مرة استخدمه. لازم تعمل ده عشان تنول المارد. تفتح الكتاب وتجيب الطلسم بتاعه، تبدأ تكتبه على حيطان الغرفة، وبعديها تطفي الأنوار وهتنوله. سمعت كلام ساجم وقربت من رفوف المكتب، فضلت أبحث عن الكتب اللي موجودة في أعلى رف عندي. التراب كان مسيطر عليه، عمري ما حاولت أفتحه ولا أستخدمه. لقيته ونزلته، وهو جه الوقت اللي أستخدم فيه الشر. فتحت الكتاب وبدأت أبحث عن صفحات تخص المارد الأزرق، وبعد بحث كتير لقيته ونفذت كلام ساجم اللي كان واقف مكانه وما يتحركش، كان واقف يتفرج عليا بس. بدأت أنقل الطلاسم اللي موجودة في الكتاب على الحيطة. كان طلسم ملعبك كتابته كانت صعبة، كان طلسم حروفه غريبة، كانت ميم وألف ودر ودال وطه وصور غريبة مش قادر أقراها، بس كان لازم أكتبه بالشقلوب في وسط مربعات على حروف، حاجات غريبة مش قادر أفهمها. بعديها طفيت النور ولقيت ساجم بيقول لي انت نسيت حيطة. بصيت له باستغراب وقلت له فين ده؟ ما الحيطان كلها مرسومة عليها الطلسم اهو. بص ساجم للسقف وبعدين بص لي تاني وقلت له هو لازم كمان السقف؟ حرك راسه بالموافقة، وبعديها طلعت على المكتب وكتبت نفس الطلسم، ورجعت مكاني وانا فاتح الكتاب وبقول حروف الطلسم في سر ومغمض عيني. فضلت اكرر كتير ومفيش حاجة ظهرت، لدرجة اني زهقت وحسيت انه مش هيظهر. بس فجأة سمعت صوت في ودني بيقول لي
مش من الواجب برضو تحضرني لما الضيف ده يمشي من عندك؟ الأول كنت فاكر اللي بتكلم في ودني ده ساجد، بس لما فتحت عيني لقيته جنبي. كانت ريحته غريبة، عكس الساجم اللي ملوش ريحة، وشكله كان أغرب، كله أسود في أسود، اللي ظهر بس عيونه الزرقاء وليه قرون قصيرة. بصيتله باستغراب وبلعت ريقي وقلتله مفيش ضيف، ده أكيد ساجم، أكيد تعرفه. أعرفه، بس ماليش تعامل معاه لأنه طيب، وأنا مش بحب الطيبين. انت عارف أنا حضرتك ليه؟ بصلي وقال لي أكيد في حاجة شر، وبما إنك انت اللي حضرتني فأنا تحت أوامرك في طاعتك. بصيت له وأنا جسمي بيترعش من الخوف، لأني أول مرة أحضر حاجة زي دي. بصيت وقلت له ساجم قال لي إنك تقدر توصلني لمجيف وكبار، وعايز أعرف نقط ضعفهم عشان ناوي أخلص عليهم. ابتسم المارد الأزرق وقال لي بس انت عارف مجيف وكبار دول يبقى مين سيدهم؟ بصيت له وأنا على عينيا ابتسامة فرح، وقلت له بكل عين قوية عارف، أنا ناوي أقضي عليهم عشان أوصل لشداد. بصلي وهو مش عارف يرد عليا ويقول لي ايه. لقيته بيقول دي حرب كبيرة أوي وأنا مش قدها، ومليش دعوة بشداد لأنه أقوى مني بكتير. قلتله أنا مش عايزك تحارب معايا، أنا عايز أعرف طريقهم ونقط ضعفهم بس. فجأة لقيته رد بسرعة وقال لي مجيف وكبار مسكنهم في صعيد مصر، مستحوذين على مقابر الآثار، وعشان تقدر توصل لهم لازم تكون عايز تفتح مقبرة آثار وتعقد صفقة معاهم، وتجيب طفل وتذبحه وتسلمه ليهم، وفي اللحظة دي تقدر تنقض عليهم. بس قبل ما تعمل ده حاول تحرص قرينك، لأنهم هيسألوه عنك وأكيد هيفضحك ويقول لهم الهدف الأساسي اللي انت جاي علشانه. تأمرني بحاجة تانية سيد مكي؟ بعد ما أمرت إن المارد يمشي اختفى، وبقيت في الغرفة أنا وساجن بس. بعد ثواني من انصراف المارد لقيت ساجن بيقول لي لازم شداد ما يعرفش أي حاجة على اللي احنا ناويين عليه، لازم ضربتنا ليه تبقى مفاجأة. كان كل اللي شاغلني في اللي قاله المارد هو قريني. فجأة قلت لساجم مهم دلوقتي قريني، أحفظه ازاي إنه ما يقولش أي سر عني؟ فجأة لقيت ساجم بيكلم بكل ثقة وقال لي قرينك أنا هقدر أحفظه الكلام اللي احنا عايزينه يقوله، بس احنا هنبدأ منين دلوقتي؟ هنبدأ من الصعيد زي ما قال المارد، وفي محافظة أسيوط هنلاقي هناك مقابر ياما، وأكيد هنلاقيهم هناك. بعد ما عرفت ساجم على الخطوات الجاية اللي هنعملها طلبت منه ينصرف وما يظهرش تاني غير بصوت. اختفى ساجم وبقيت في الغرفة واقف لوحدي. رجعت الكتب مكانها ورجعت سريري وأنا بفكر اللي داخل عليه، عارف إنه صعب بس لازم يخلص. نمت يومها وصحيت تاني يوم واتصلت على سيد، عرفته إني أختفي شوية ولو كده يقدر هو يطلع بالمركب ويصطاد ويحتفظ بالفلوس لحد ما ارجع تاني. قلت مع سيد وبعديها غيرت هدومي وقفت على الباب وانا بجهز نفسي للسفر. بصيت على برواز مراتي وبنتي، وبعديها خرجت من الباب وطلعت على أسيوط، وهناك قابلت الريس رزق صاحب فدادين ومراكب عندنا في بورسعيد، بيحبني من زمان وحافظ أسراري أنا وأبويا. أول ما شافني قال لي يا أهلا وسهلا، يا أهلا وسهلا بالغالي، نورت أسيوط. منورة بيك يا حاج رزق. استقبلني بالأحضان ويقدم الصواني الأكل ومن بعدها شرب الشاي، وقبل ما أخلص كوباية الشاي قلتله مش ناوي بقى توديني اليوم؟ على مالك يا ولدي، انت لسه جاي، خد نفسك وهما مستنيينك متقلقش. وحشوني يا حاج رزق. على العموم العربية مستنياك بره،
لو مستعجل أوي كده تقدر تركب وهي توصلك لحد هناك. سامحني بقى هقوم عشان أشوفك، ولما أرجع عايز أقعد معاك عشان عايز أكلمك في حاجات كتير. مكانك يا ولدي، قوم اتوكل على الله. قمت من مكاني بلهفة سريعة، خرجت من البيت لقيت العربية اللي مستنياني وركبت فيها، واتجهنا ناحية الصحراء. مكان فاضي مفهوش غير كام بيت من وسطهم البيت اللي أنا عايشه. وقفت العربية اللي أنا راكب فيها عند البيت اللي ملهوف أدخله. نزلت بسرعة وبدأت أخبط كتير لحد ما الباب فتح، وشفتهم قدام عيني. كان بقالي كتير مش بشوفهم، هو اللي كان مانعني عنهم، وبحاول مقربش منهم عشان ما يعرفش الحقيقة. ردت فيا الروح تاني لما شفتهم، وهم كمان الفرحة ما كانتش سايعاهم. خدتهم بالأحضان وقفلت الباب ورايا بسرعة. قفلته قبل ما حد يشوف مراتي وبنتي. دخلنا جوا وقعدنا، وأول ما قعدنا قلتلها: مالك المرة دي مش مبسوطة بوجودي يعني؟ بصتلي بحزن وهي بتقولي: أنا مش مبسوطة من العيشة دي يا مكي، بقالنا 10 سنين على الحال ده، بتيجي تزورنا في السنة مرة ولا مرتين وتمشي، هي فين العيشة دي؟ كلامها كان بيقطع فيا، بس ده كان غصب عني. قلتلها: وايه اللي جد يعني احنا؟ ما قلتلك انا بعمل كده ليه؟ ولا لازم كل مرة اعيد واحفظ فيكي هنا امان ليكم ومحدش يعرف بيكم اصلا؟ وهي دي حياة يا مكي؟ هي دي حياة؟ دي انا تعبت منها. انا عايزة بنتي تعيش عيشة طبيعية. عايزاني اغامر بيكم يا حنان عشان تروحوا مني؟ فاكرة حصل ايه من 10 سنين؟ فاكرة البيت اللي ولع وانا افتكرتكم انكم ميتين فيه؟ لولا ستر ربنا ان عم رزقي موجود معاكم يوم الحريق، خرج من الشقة لما حس بخطر. فضلت شهر بحاله فاكر انكم ميتين، وان الجثث اللي كانت جوه دي تخصكم، بس حمدت ربنا انهم طلعوا جثث رجالة العم رزق وانتم كويسين. حمدت ربنا برضو ان شداد افتكركم ميتين وبعد عني. طيب انت قلت بلسانك اهو بقى بعيد عنك، يعرف منين بس اننا عايشين لو خرجنا من هنا؟ هو ده اللي انا جاي اكلمك فيه. الزيارة المرة دي غير اي زيارة. الزيارة المرة دي هتغير كل اللي جاي. ازاي يعني؟ شداد ظهر تاني يا حنان. اتقلبت تعبيرات حنان اللي كانت فرحانة من ثواني انها تخرج من البيت ده، ورجعت تاني وكشرت وهي بتقول: يا ليلة سودة، تاني؟ احنا مش بنخلص منه ليه؟ عشان كده كنت جاي اقولك لو خلصت منه يا حنان حياتنا هترجع زي الاول، لكن لو هو اللي خلص مني مش هبقى موجود. بس اطمنك ان حياتك هترجع برضه بس من غيري. فجأة بدأت حنان بالدموع والانهيار. حاولت امشي اليوم لحد ما اخرج من هنا وارجع لهم سليم. كلت وقعدت معاهم شوية وولعت سجار لحد ما حنان مراتي تجيب لي كوباية الشاي. بس في اللحظة دي جالي مرسال من ساجد. حسيت بحركة في المكان مش طبيعية. فجأة سمعت صوته وهو بيقول في ودني: المقبرة قريبة من بيت صاحبك رزق. انتبهت الكلام وتعدلت وقلتله بصوت واطي عشان محدش يسمعني: مقبرة مين؟ قال لي: مقبرة أثرية مدفونة تحت بيت واحد اسمه أبو غزل، وحراس المقبرة دي يبقى مجيف وكبار اللي احنا عايزينه. فرصتنا في المكان ده حلوة جدا بما انه قريب من صاحبه. فجأة ما كنتش عارف اقول له ايه، متوتر، كنت خايف حد يسمعه. قلت له: تمام تمام، امشي بس انا هتصرف. لقيته رد عليا وقال لي: يا ريت تلحق بسرعة لان صاحب البيت بدأ يفحت في السر وقرب يوصل للمقبرة. قالها ساجم ومشي. بحس بيه لما بيجي واشعر بيه لما بيمشي. مديله اوامر انه لو في حاجة مهمة يجي يقولها من غير حتى ما يستأذن. قمت من مكاني ولبست هدومي وانا ناوي على الخروج. لقيت مراتي بتقول لي: على فين يا مكي، انت لحقت تقعد معانا؟ مشوار مهم يا حنان بس ممكن اطول شوية. خلي بالك من إسراء يا حنان وادعيلي.
متقلقيش، لو حصل لي حاجة الحاج رزق عارف هو هيعمل ايه كويس. قلتها ومشيت على طول قبل ما إسراء تصحى وتشوفني، عشان ما بحبش لحظات الوداع. خرجت من البيت، ركبت العربية اللي فضلت واقفة مستنياني ورجعت بيها على بيت الحاج رزق. وأول ما دخلت عنده قلتله: عايز منك خدمة يا حاج رزق. خير يا مكة يا ولدي؟ فين بيت أبو غزل؟ ده جنبنا هنا بعد كام بيت. بس انت عايزه ليه؟ عرفت ان تحتيه مقبرة آثار، وصاحب البيت ده بدأ يقرب منها ويفتحها، لازم أوصله قبلها. يا ابني أبو غزل ده في حاله على طول، وعمره مفكر يعمل حاجة أبدا. وبعدين مفيش حد من الكشافة اللي هنا شاف المقبرة دي قبل كده يعني. تبعد عن الأرض 3 أمتار، محروسة بسحر مجيف وجبار. الجملة دي فجأة سمعتها من ساجم في ودني، وقلتها لعم رزق اللي يعرف كل حاجة عني، ويعرف كمان شداد واللي حصل معاه. لقيته بعد ما سمع الجملة دي مني قال لي: مفيش مشكلة، ممكن ندخل بيت الراجل ونستأذن منه. أنا الحاج رزق هو بيقوم من مكانه وأنا وراه. خرجنا من البيت واتجهنا يمين، فضلنا ماشيين لحد ما تخطينا 5 بيوت. كان في البيت السادس كان بيت أبو غزل اللي قال عليه ساجم. أول ما وقفنا على الباب سمعنا صوت صرخ عالي قوي، صوت واحدة ست بتصرخ مرعوبة. جرينا بسرعة على جوه، لقينا الباب كان مفتوح. دخلنا على الحوش، ومن الحوش على صالة الاستقبال لقينا باب الغرفة مفتوح وجاي منه صوت. دخلنا جري على الغرفة ولقينا حفرة كبيرة، وعلى حافة الحفرة دي واحدة ست كانت قاعدة بتلتم على خدها وتعيط، وفي نفس الوقت على رجليها راجل كبير رقبته مدبوحة، دم بينزل منه بغزارة شديدة. فضلت الست تبص للدم وتعيط وتصرخ، وأثناء كل ده لقيت عم رزق بيقولها: وطي صوتك يا مرة انت. قال الحاج رزق وهو بيجز على أسنانه وبصلي وقال لي: باين كده كلامك صح يا ابني. فعلا كان في مقبرة، بس شكل أبو غزل اقتحم المكان بغشم وما يعرفش إن الحاجات دي ليها حراسة. بعد ما كمل جملته الحاج رزقي سمعت صوت خربشة، صوت كان جاي من السقف. لما بصينا أنا والحاج رزقي شفنا قطتين سود مفهمش ولا شعرة بيضة وعيون في حمرا. في اللحظة دي هجموا علينا ويوقعونا في الأرض، وبعديها جريوا على الحفرة تحت واختفوا. أول ما وقعنا على الأرض قلت أكيد هما دول نجيف وجبار، بس لقيت ساجد بيرد عليا في ودني وبيقول لي: حراس المقبرة مجيف وجبار مش بيتشكلوا على شكل حيوانات، دول بيظهروا في الوش على طول. وقفت ساكت ومكنتش عارف هنعمل ايه. فجأة لقيت نفسي بقول للحاج رزق: يلا ننزل على المقبرة. بس وقفني ساجم تاني، حذرني ان انا لو دخلت المقبرة دي من غير الطفل اللي هقدمه قربان ليهم هيحصل لي نفس اللي حصل لابو غزال. سمعت كلام ساجم وبعديها قلت للحاج رزق: احنا هنأجل دخولنا للحفرة دي، بس دلوقتي لازم ندفن ابو غزل بدون شوشرة عشان محدش يعرف حاجة عن اللي هنعمله. فجأة لقيت الست بصت لنا وقالت للحاج رزق: هتعملوا ايه في جوزي؟ قالتها وهي بتبكي وماسكة في جوزها اللي مازال ينزف من الدم وبيخرج آخر حاجة عنده. رد عليها الحاج رزق وقال لها: متقلقيش يا ست عزيزة، هيتدفن إكرام الميت دفن، بس عشان تبقي بخير وما يحصلش حاجة ليكي احفظي السر، ومتجيبيش لحد سيرة على اللي حصل ولا اللي شفتيه قدامي. بعد الدفنة هنتكفل احنا كل حاجة. بعد ما قال الجملة دي الحاج رزق خرج وانا خرجت وراه، كلف الرجالة اللي شغالة معاه بدفن ابو غزل، وبدأت افكر في الطفل اللي هنضحي بيه من اجل نزولنا للمقبرة. لما رجعنا البيت فضلت افكر ومرت الساعات وحل علينا الليل وانا قاعد مع الحاج رزق بشرب كوباية الشاي، بفكر في الطفل اللي مش عارفين هنجيبه منين. في وسط كل ده دخلت علينا الست عزيزة بتجري وماسكة ابنها في ايدها وتقول:
الحقني يا شيخ رزق، الحقني أرجوك. قام الشيخ رزق من مكانه وهو مستغرب الست دي جاية هنا ليه، وقال لها مالك يا ست عزيزة. فجأة قالت بكل رولة الحفرة اللي عملها أبو غزل بيطلع منها أصوات غريبة، وبيطلع منها حشرات مرعبة، وكله كوم، وإن الواد جعفر عايز يدخلها. بصيت للحاج رزق باستغراب وأنا بقوله إلا مين جعفر ده يا حاج رزق؟ بصلي بعدين بص للطفل اللي مع الست عزيزة وقال لي هو اللي قدامك ده ابن أبو غزل. كان طفل عنده 11 سنة أو أكتر، كان شبه أبوه فعلا في نفس جراء. قمت من مكاني وأنا بقرب من الست عزيزة وابنها، نزلت على ركبي وأنا بحط إيدي على راس جعفر وبقوله إيه اللي قربك من الحفرة يا جعفر؟ لقيت الطفل كان جسمه بيترعش، وفجأة بيقول لي هما اللي ندعوا عليا. لفيت رقبتي للحاج رزق اللي رفع حاجبه وقال بصوت منفعل هما مين دول يا واد؟ الطفل كان خايف، كان باين عليه الخوف حتى في رده. لقيته فجأة بيقول معرفهمش، سمعت صوتهم بيندعوا عليا من الغرفة اللي دخلتها جوه. سمعت الصوت تاني جاي من الحفرة بيندى على اسمي وعايزني انزله، بس امي لحقتني ومعرفتش انزل. ست عزيزة كانت خايفة على ابنها جدا، فضلت تعيط وتقول والنبي الحقني يا شيخ رزق، البيت ده بقى ملعون وخايفة الواد يروح مني. قالتها وهي مقطعة نفسها من العياط. قام الحاج رزق بعديها من مكانه وهو بيقول بصوت عالي يا سعد، يا سعد. دخل علينا سعد جري وهو بيقول ايوه يا سيدنا الشيخ. خد الست عزيزة وابنها جعفر طلعهم في الغرفة عند غرفة الاستقبال، وبعديها هاتلهم عشا ومحدش يزعجه. اختفت معالم الزعل كلها من على الست عزيزة وهي بتقول ربنا يخليك لينا يا شيخ، ربنا يخليك لينا. حاولت الست عزيزة تبوس ايد الحاج رزق بس هو رفض وأمرها تتحرك مع سعد. طلعت هي وابنها فوق وانا فضلت سرحان في اللا حاجة، كنت سرحان في شيء معرفش هيتم ولا لأ. وفي وسط سرحاني ده سمعت صوت ساجم وهو بيقول لي بتفكر في اللي انا بفكر فيه. ظهر على وش ابتسامة وانا برد عليه وبقوله بقيت حافظني اكتر مني يا ساجم. قال لي بكل ثقة خدامك يا سيد مكي. قلتله انا شايف ان الطفل ده هو المناسب. رد عليا وقال لي انا برضو شايف كده يا سيد مكي، وشايف اننا نعملها بدري ومن بكرة الصبح. رجعت مكان ما كنت قاعد وانا عمال افكر. لاحظ عليا الحاج رزق التغير وقرب مني وقال لي مالك يا عم، اتغيرت ليه من بعد ما شفت جعفر ابن الست عزيزة؟ بصيت له كده وانا سرحان وبقول له عشان افتح المقبرة لازم طفل ما كنتش لاقيه، وهو جه لحد عندي يا حاج رزق. فضل يفكر وبصص لي بدهاش غريب وقال لي مكي انا معاك في اي حاجة تعملها بس الا جعفر. كنتش عارف سبب الرفض بتاعه، وفجأة لقيته نفسه بقول له ليه يا حاج رزق، انا مش هأذيه. انفعل فيا وقال لي دخوله للحفرة نفسها غلط، اذى وانه هيشوف اللي هيحصل ده اذى تاني. خليك فاكر ان الطفل اللي هيدخل لازم ينطق كلمات الترحيب. ما كنتش فاهم معنى الكلمة اللي قالها الحاج رزق. قلت له ايه هي كلمات الترحيب دي يا حاج رزق؟ قال لي انها صفات بيقولها القربان اللي هينزل المقبرة عشان تتعرف عليه الحراسة، وممكن تقبله او ترفضه. استغربت جدا من كلام الحاج رزق وقلت له وممكن كمان ما يتقبلش. قال لي ان الحقيقة يا مكي ان الوحيد اللي يتقبل في المقبرة دي هو جعفر، بس انا مش راضي اقولك عشان مش ناوي اضحي بيه، كفاية ابوه اللي راح. يا حاج رزق اذا كان جعفر او غيره انا مش هقدر الازل طفل، كل اللي هعمله ان هيبقى طعم عشان مجيف وكبار يظهروا ومش اكتر. وبعد ما يظهروا
رديت عليه وقلتله دي حاجة تانية بقى كنت عايز اكلمك فيها. قال لي باستغراب حاجة تانية ايه؟ بدأت كلام وانا مش عارف اقوله ايه، وقلتله ساجم قال لي ان الحرب لازم تكون بالنهار، ولازم القرين هو اللي يخوضها، وطبعا مش هحارب لوحدي، القرين بتاعي هيموت، عشان كده عايز قرينك يحارب معايا وحاج رزق، وساجم هو اللي هيحميهم. قام الحاج رزق من مكانه وانفعل وهو بيقول لي انت كده ناوي تضحي بينا كلنا من اجل الملاعين دول يا مكي؟ ايه ده بس يا حاج رزق وانا هفهمك كل حاجة. الحرب دي باذن الله هنكسبها، كل همي انهم يظهروا والباقي هقدر عليه. قرينك قوي يا حاج رزق وانا محتاج. حاج رزق ما كانش عارف يقول لي ايه، بس قال لي اول مرة اعمل حاجة وانا مش في وعي يا مكي، وانت عزيز عليا، بس الاهم من روحي هو جعفر. انت عارف ان هو خايف على جعفر، وانا برضو خايف عليه، بس كان لازم اعرف منه كلمات الترحيب ايه هي. قلتله عرفني انت بس كلمات الترحيب عشان اقولها ليه، وما تشيلش هم حاجة تانية، انا مجهز كل حاجة انا وساجد. رد عليا بهدوء وقال لي لو على كلمات الترحيب سيبني انا اول ارجعه، سيبني اقولها له لما ننزل الحفرة بكرة باذن الله. قلت له على بركة الله، اول ما الشمس تطلع هننزل الحفرة، كل شيء هيبقى تمام. خلصت كلام مع الحاج رزق ولقيت موبايلي بيرن، وكان المتصل سيد اللي شغال معايا. لقيته بيقول لي عامل ايه يا عم مكي، اخبارك ايه؟ تمام الحمد لله يا سيد، طمنا عليك وعلى المركب، الشغل تمام؟ المركب تمام، بس في ناس هنا. ملحقش سيد يكمل كلامه، ولقيت صوت تاني اللي بيتكلم وبيقول لي نعلة حالتها بتسوء يا مكي، حالتها بتسوء وانت السبب، لو مراتي حصل لها حاجة انا مش هرحمك. رغم ان كلماته شحنتني ان اشتمه، بس تمالكت نفسي لان عارف الاحساس اللي هو حاسس بيه، ورديت عليه وقلت له رفعت باشا، من نفس اليوم اللي جيت لي فيه وانا شغال عشان انقذ مراتك، ما تجيش انت دلوقتي بعد التعب اللي انا بذلته والتضحية دي تقول لي ان انا السبب. اتغيرت نبرة صوته لتاني مرة اسمعه وهو بيعيط، كان بيعيط جامد وبيقول لي مراتي بتروح مني يا مكي، مراتي بتروح مني، ورجوج الحاني دي اتقتلت ابنها بايديها. الجملة دي نزلت عليا وكأن حد ضربني. شداد مش بيرحم حد، معرفش يعني ايه رحمة، مؤذي وبشع، ولو اوامره ما اتنفذتش بيأذي اللي بيتجسد في جسده. تملكت لساني وحاولت اخرجه من اللي هو فيه، واديته امل ان مراته ترجع تاني. قلت له وقال لا رفعت باشا، بس صدقني انا حاليا شغال ان اخلص مراتك من اللي هي فيه، ومن بكرة اكون عندك عشان ترجع تاني. لقيته بيقول لي بلهفة ارجوك الحقني. قال الجملة دي وهو على نفس نبرة العياط. اكيد ان ده ابنه، حتة منه راحت بسبب واحد ملعون. قفلت معاه وانا جواي غل من شدات فظيع، كنت اتمنى اشوفه قدامي واكله بسناني. هاكله، بس كل ده اجله لمقابلته. يومها فضلت سهران على اللي ناوي عليه في الحفرة، بخطط هدخل ازاي وهعمل ايه، وادعي وصلي ربنا يقويني عليهم. فضلت بالساعات عيني مش عايزة تغفل، لحد ما شفت الشمس وهي بتضرب في ظهري. بدأت أنفاسي تزيد وضربات قلبي بقت مسموعة. قمت صحيت الحاج رزق وخبطت على غرفة الست عزيزة، طلبت منها جعفر على أساس إني ناوي أجيب له حلويات. صحي من نومه فرحان، بس للأسف ما يعرفش اللي إحنا ناويين عليه. خرجنا من البيت أنا والحاج رزق وفي إيدي جعفر. الشارع كان فاضي تماما، وده شيء فرحني عشان مش عايز حد يحس باللي هيحصل. دخلنا بيت أبو الغزل، وقفنا قدام السلم اللي هينزلنا على الحفرة. نزلت أنا أول واحد، بصيت على المقبرة واتفاجئت باللي شفته تحت. كانت
كانت صدمة مع بعدها صدمة. لقيت المقبرة مفتوحة، حطيت ايدي على راسي وفضلت بتفاجئ وانا بقول ازاي ده يحصل. فجأة بصيلي الحاج رزق وقال لي في إيه يا مك. بصيت له وقلت له وانا مندهش المقبرة مفتوحة يا حاج رزق. اول ما قلت له الجملة دي اتفاجئ، اتخض الحاج رزق ومن اللي قلته له ونزل ورايا بسرعة. فضلت واقف مصدوم، وهو اول ما نزل قال لي ازاي مفتوحة. قال الحاج رزق وهو بيدخل جوه المقبرة، واول ما رجله اتخطت الباب اتقفلت عليه جوه. في نفس اللحظة دي سمعت صوت جعفر، سمعته بيصرخ، مكنتش قادر اشوفه بسبب الحفرة اللي انا جواها. واقف متخشب مش عارف اعمل ايه، مش عارف اشوف الحاج رزق اللي محبوس جوه ولا الحق جعفر اللي بيصرخ. مش هسامح نفسي لو حصل له حاجة، ولا هبقى عارف اقول لامه ايه. وفوق كل ده بقى جالي ساجن بخبر العين، لقيته بيقول لي مجيب وكبار عرفوا ان اللي انت جاي علشانه، الحقهم قبل ما ياخدوا الطفل. طلعت على السلم بسرعة وانا بتأسف للحاج رزق. اول ما طلعت لقيت جعفر ظهره في الحيطة وجسمه مرفوع، وشه احمر، وشه كان احمر دم ومخنوق. فجأة سمعت صوت معرفش مكانه بيقول لي اهلا بيك يا سيد مك، تحب تنقذ مين، رزق ولا الطفل الغلبان؟ اللحظة دي ظهر قدامي مجيب اللي كان مربط الطفل جعفر، كان مربطه بيحاول يخنقه. اما كبار بقى كان واقف قصادي. الاختلاف بينهم صعب، بس ساجم هو اللي قال لي. فضلت واقف عامل نفسي مصدوم او مندهش، بس انا كنت بحاول اخرج قريني من جسمي، بحاول اخرجه عشان تبدأ الحرب اللي بدأت فجأة وما كنتش عامل حسابها. بسبب كل ده برضو ما كنتش قادر اركز بسبب صريخ جعفر. حاولت على قد ما اقدر اركز في خروج قريني عشان ينفصل عني، وعشان اعمل ده كان لازم اقول كلمات عشان تخرج قريني. فجأة قلت بصوت عالي ايها الساكن في جسدي، الحقني واطيع امري، اتبع ضيي ونوري في رحابي، اغيث اغيث اغيث. فجأة حصلت لي شنجات وعيني قفلت، وبدأت أشوف برؤية تانية. جسمي وقع في الحقيقة وفي أرض الواقع، مبقتش حاسس غير بقريني. هجمت على كبار وساجم هجم على مجيب. وقع جعفر في الأرض ومازال بيصرخ من شدة الوقع. شايف قدامه أطياف بتضرب في بعضها. جري جعفر على جسمي اللي واقع في الأرض وفضل يحاول يصحيني وهو بيبكي. جعفر كان شايف خيالات في الغرفة، شايف أساس المكان بيتحرك، كان بيتدمر من غير ما يلمسه حد. بس اللي هو مش شايفه بقى إن الحرب بدأت. فضلت الضربات بين قرين وبين كبار رايحة جاية، وعلى الناحية التانية ساجم اللي خد مجيف وخرج برا المبيت، خرج برا من شدة الضربات كسر الحيطان. للأسف ما كنتش عايز ده يحصل، بس بدأت الجيران اتلمت هي كمان وبقت شايفة اللي بيحصل، بس شايفة بيت أبو غزل وهو بيتدمر. بعد شوية خلص ساجم على مجيف وجري عليا، جري عشان ينهي على كبار اللي كان أقوى من مجيب بمراحل، مش بينتهي بسهولة. عشان تعرف هو اتقتل ولا لأ بيختفي من ايدك، بيختفي وبيروح في اللامكان. انتهت الحرب بإني خلصت عليهم، بدأت أجري على جسمي عشان ألحقه. أول ما قربت منه دخل قريني تاني ورجعت لي الروح. كنت بتوجع وبقوم بالعافية. قمت من مكاني وجريت على الحفرة عشان ألحق الحاج رزق. لقيت المقبرة اتفتحت من تاني وهو واقع في الأرض،
بس وشه متدمر، بس لسه فيه الروح. جريت بسرعة عليه وبحاول أفوقه، بس لقيته بيقولي سامحني، سامحني يا ابني. استغربت من كلامه وقلتله سامحك على ايه يا حاج رزق؟ لقيته بيتمتم ويخرج كلمات بالعافية وقال لي عرف مني كل حاجة، عرف كل حاجة يا ابني، وزمانه عندهم دلوقتي. كنتش عارف الحاج رزق كان بيتكلم على ايه ولا قصده مين. وقلتله هو مين ده يا حاج رزق؟ اخر كلمات قالها شداد، شداد يا مكي، الحق مراتك وبنتك. اللحظة دي جسمي اتكهرب. مستحيل، مستحيل ياخدهم مني تاني. سبت الحاج رزق وطلعت جري من الحفرة وانا بستدعي ساجم، بستدعيه عشان يعرف بسرعة اللي بيحصل هناك. مفيش ثواني ولقيت ساجم بيقولي شداد متجه على البيت عندك. جبت العربية من قدام بيت الحاج رزق وبلغت الناس اللي هناك تروح تلحقه. طلعت على بيت حنان وإسراء. كنت طول الطريق بدعي ربنا على حق، بدعي ربنا يبعد رؤية شداد عنهم. فضلت أسبح وأقول أذكار كتير، فضلت أقول كل القرآن اللي حافظه. دعيت ربنا إن كل شيء وحش يحصل لي وهم لأ. جسمي كله كان بيترعش من الخوف عليهم. مش قادر استحمل ولا انتظر، كنت هموت ويحصل أي حاجة غير طبيعية تنقلني ليهم في ثواني. بس الغريب إن العربية كانت سريعة جدا، والمفروض أوصل في نص ساعة، وصلت في 10 دقايق. بس أول ما وصلت لاحظت إن الدنيا هدوء، البيت سليم ومفيش أي حاجة. نزلت جري من العربية ورنيت الجرس. فتحت لي حنان وخدتني بالحضن، كانت بتحمد ربنا إن رجعت اليوم سليم. بس هي مكانتش تعرف الحقيقة، متعرفش أنا جيت ليه، متعرفش إن أنا لسه مخلصتش على شداد، مخلصتش عليه وجاي عشان فاكر إنه موجود هنا. فضلت أقولها هو فين، هو فين؟ ردت عليا باستغراب حنان وبتقولي هو مين ده يا مكي؟ فضلت أمسك فيها وأطمن وأقولها انتوا كويسين. حنان كانت مستغربة من تصرفي وشكلي. مالك يا مكي بتسأل على مين؟ قبل ايه ما ارد عليها سمعت صريخ عالي وجاي من غرفة إسراء. كانت بتصرخ. دخلت عليها بسرعة لقيتها قاعدة في الزاوية ومغمية عينيها، مغمية عينيها بسبب اللي شافته. كان قاعد جوه، قاعد على كرسي بوشه الأحمر وعينه السودة، ملهوش قرون ولا ليه شعر، ملهوش شعر في أي مكان في جسمه. وشه كان ممسوح، ملهوش مناخير، ملهوش بق، عيونه فقط اللي موجودة. تشكيل الجسم وحوافر ايده مش زينا، صوابعه كلها متقطعة طالع منها حوافر سودة. كان قاعد باصص عليا ومبتسم. فجأة جريت وقلتله بنتي ملهاش دعوة يا شداد. كان قاعد وبيرد عليا بكل برود، رد عليا وقال لي كل السنين كنت مخبيهم عني يا مكي، قدرت تضحك عليا. كنت بقوله بعصبية حرب بيني وبينك، خرج اهلي، عايز تاخد روحي خدها، عايز تأذيني انا موجود، بس ابعد عن بنتي ومراتي. في اللحظة دي بدأت تظهر عليه ابتسامة مريبة، ابتسامة خلت إسراء تقوم تجري من مكانها، تجري في حضن أمها. خرجتهم من الغرفة وقفلت على نفسي أنا وشداد، كنت على أمل أخرج من الغرفة دي حي. أول ما قفلت الباب لفت له ولقيته بيقولي بقالي كتير قوي ما حاربتش حد في قوتك يا مكي، رغم إن آخر مرة كسبتك، بس انت كنت خصم عنيد مش سهل المنال. بصيت له بقرف وقلتله بصوت تخين عشان احاول اخوفه، بس هو مش طبيعي، عمره ما بيخاف. قلتله وانت شيطان
شيطان هتفضل لحد يوم الدين شيطان يا شداد. ربنا خلقك وخلق أمثالك عشان تغوي البشر، هي دي مهمتك يا شداد. لكن البشر هيدخلوا الجنة من رحمة ربنا عليهم، الدور والباقي عليك انت. فجأة ظهرت ضحكة بصوت عالي من شداد وقال لي: وانت مصدق ان في جنة وفي نار؟ انت مصدق الكذبة دي يا مكي؟ واللي بيعمل أعمال صالحة يدخل الجنة، واللي ما ينفذش كلام ربنا يبقى مصيره النار. بصيت له بضحكة واستهتار وقلت له: تحاول ما تصدقش الكلام ده عشان انت الطرف الضعيف، تتمنى ان ما يكونش في جنة ونار عشان حياتك تفضل زي ما هي. بس احب ابشرك بالقرآن اللي انت لما بتسمع سيرته بتتنفد. القرآن قال كل حاجة من بداية الخلق لحد قيام الساعة، كل حاجة مكتوبة يا شداد. والكون ده ليه رب وليه حاكم، والحرب اللي بينه وبينك دي مكتوبة من قبل ما اتولد. أول ما سمع الكلام ده مني ضحك عالي وسكت شوية، وبعديها قال لي: طيب تقدر تقول لي مين اللي هيكسب في الحرب دي طالما انت مصدق نفسك كده؟ اللحظة دي بدأت أجهز نفسي للحرب، عارف إن نسل شداد في طبعهم الغدر، عارف خطته، يفضل يتكلم معايا ويكون هو حضر لمكيدة عشان يخلص عليا فيها. بس أنا اتعلمت من الحرب الأولى ومش ناوي أخسر تاني. اللحظة دي طلبت من ساجم يحرس مراتي وبنتي، وبدأت أحضر دموار. اللي انت ما تعرفوش عن دموار يا عزيزي المرعب ان دموار ده يبقى مساعد ابويا فايد زمان، اللي قال عليه الشيخ رزق. قال عليه في جلسة امبارح. كنت مجهز دموار يبقى الكارت الاخير عشان اقضي بيه على شداد. الحاج رزق كان محفظني طريقة تحضيره، واللي هي اكتب على صوابع ايدي ال10 طلسم الخاص بيه. كانوا 20 حرف بيتكتبوا على كل الفراغات بتاعت الصوابع، وبعد كتابتهم أقبض على ايدي كويس واقول اسمه 3 مرات. لحظة وقوفي قدام شداد افتكرت المشهد، افتكرت كلام الحاج رزق وعن طريقة تحضير دموار. قبضت على ايدي وانا بقول في سري اسمه: دموار دموار دموار. ظهرت فجأة على شداد الدهشة، قام من مكانه مفزوع وخايف، كان عليه الرعب، مش مصدق اللي بيحصل، ولا أنا ذات نفسي مصدق، لأني ما شفتش حاجة ظهرت قدامي. بس الحقيقة بقى إن دموار ظهر قامة لا توصف، يفوق شداد بمراحل. قوامه طويل، عنده أجنحة بيضة، جسمه شفاف، وعنده شعر طويل لحد كتفه. حتى شعره طويل وجسمه كله أبيض، عامل زي الملايكة. شفته وما كنتش مصدق عيني، ولا مصدق إن شداد مرعوب منه كده، ولا كنت مصدق إن دموار خلص عليه من قبضة واحدة، قبضة من إيده العملاقة. أول مرة أسمع صوت صرخة شداد، كان بينصهر جسمه قدامي، كان بيختفي وبيصرخ في نفس الوقت. ما قدرش يقف قدام دموار، ما قدرش حتى يحاربه. كل اللي عمله شداد إنه صرخ وبعديه اختفى. قوة دموار كانت قوية زي ما الحاج رزق قالي. فضل دموار أعز ما أملك، لأنه من ريحة الحبايب، الشيخ رزق جد الله وأبويا فايد. بعد ما خلصت الحرب مع شداد ورجعتي على الحفرة، عرفت إن محدش قدر يلحق الشيخ رزق. وللأسف القهر مسك فيا والزعل فضل ماسكني لشهور، مكنتش قادر انساه. حاسس ان حتة مني اتكسرت، مبقتش موجودة من بعد الحاج رزق وابويا. بس كل ما احب اشوفه ولا احس بوجوده
كنت بروح له المدافن. مرت الأيام وخفت نهلة ورجعت لحياتها الطبيعية. وبعديها طلب مني رفعت باشا إنه يبني مدافن مخصوصة رحمة ونور على روح الشيخ رزق، لأنه كان سبب في التخلص من شداد. نهلة حبت الشيخ رزق من غير ما تشوفه، بس الغريب بقى إنها قالت لي وهي في غرفتها وفي اليوم اللي شداد خرج من جسمها شافت الشيخ رزق بيزورها، زارها وبيطمنها إن حياتها ترجع تاني. وبالفعل اللي قاله لها الشيخ رزق حصل، والأحسن من كده إن حياتي رجعت طبيعية من تاني. رجعت حنان وإسراء يعيشوا معايا، ورجعت أنا للصيد والمركب والواد سيد الصبي، ودفعت كل المتأخر عليا في القهوة. واتكونت صداقة جامدة قوي بيني وبين رفعت باشا، واتكونت صداقة تانية بس غير رفعت باشا. 2 أصحاب محدش يعرفهم غيري، بقابلهم كل يوم خميس، واخد المركب بتاعتي وبدخل في أعماق البحر، بقعد معاهم عشان محدش بيشوفهم غيري. ساجم ودموار كانوا أحسن بالنسبة لي من 100 صحبة.